ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نحول حاجه او زخرفه مرسومه بالايد او مرسومه بقلم رصاص مثلا او بقلم جاف، ونحولها على الكورل درو بحيث نقدر نستخدمها مثلا في رسمه احنا عاملينها او في بوكس او في سقف او ايا كان الحاجه اللي انت عاوز تعملها. يعني احنا من الاخر هنحول الرسم اليدوي لحاجه المكنه تقدر تفهمها. انا على سبيل المثال حملت الصوره دي من على النت. عموما الفيديو ده معمول بناء على طلب استاذ محمد، هو اللي لسه طالب الشرح ده النهارده. وسبحان الله في حاجات كتير معموله فيديوهات واقفه بس على المونتاج او واقفه على حاجات بسيطه، بس ان شاء الله نمنتج الفيديو ده النهارده وينزل على طول. تمام. لو محتاج حاجه اكتب في الكومنتات تحت ان شاء الله، وباذن الله ننزل الفيديو في اقرب وقت. تمام. المهم خلينا نبدا الشرح. انا على سبيل المثال الصوره دي قدامي هعتبرها اللي انا راسمها على ايدي. تمام. هنعتبر ان الشكل ده انا رسمه كده بقلم جاف ولا حاجه، وعاوز احوله بحيث ان هو يشتغل معايا على المكنه. تمام. او فرضا الصوره مثلا دي عايز اعملها بس ما مش عارف ان انا احولها او مش عارف ان انا اظبطها. بس دي ممكن ان احنا نحولها بسهوله، بس انا بتكلم يعني كانها مرسومه وعايز احولها ومش عارف اظبطها ازاي. تمام. الموضوع جدا بسيط ان شاء الله. اول حاجه بعملها بجيب اداه البنتول. تمام. هتلاقيها من هنا من على الجنب، او اداه البيزير دي، او مش عارف يعني تقريبا مش انجليزي، ممكن فرنساوي او حاجه زي كده. تمام. ممكن اشتغل بده او بده، او ممكن اشتغل برضه بالفريش هاند، بس خلينا بالبنتول وخلاص كله شغال. انا لو جيت ركزت في الشكل اللي قدامي يعني لحد ما الشكل ده صريح. تمام. يعني لو لاحظنا نلاقيه ان هو يعتبر الشكل ده بس ومتكرر، فهنظبطها ان شاء الله هيكون معانا سهل. تمام. احنا عموما اي تصميم بتعمله او اي حاجه بتتعمل هتلاقي ان اغلبها متكرر. يعني احنا مش بنعيد الشكل بالكامل تاني. لا، احنا مثلا بنرسم جزء او بنرسم حاجه معينه، وبنبدا ان احنا ناخد كوبي ونبدا ان احنا نسهل على نفسنا الموضوع، على عكس الرسم اليدوي طبعا انك بتحتاج ترسم الرسم كامل على الورق على طول، فبيكون الموضوع اصعب شويه. تمام. انا عموما بدات باول خط مستقيم هنا، وباجي هنا وابدا احط هنا مثلا كده، اجي في السنتر وابدا اللي انا باجي هنا كده اهو، وابدا اللي انا ادوس بالشكل ده كده، افضل ضاغط والف. تمام. انا دي ممكن بس كده عشان نظهرها اوتلاين، عايز اكبر بس الخط شويه، مثلا ممكن اخليه 4 مللي بالطريقه دي. دلوقتي انا عايز بدل ما اقعد ارسمها تاني هاخدها كوبي كده بالمنظر ده، واجي اقلبها. خلص الفيلم. باجي مثلا اداة البين تول تاني هنا بالمنظر ده كده اهو. تمام. او ممكن برضو اللي انا اقلب الجزء اللي فوق، اخد الجزئيه اللي فوق واقلبها وادمجها مع بعض، وخلص فيلم على كده. باجي هنا جوين كيرفز بحيث ان انا الم الدنيا كلها في بعض. تمام. كويس جدا. انا خلاص كده اعتبر خدت المين شيب، او خدت الجزء الاساسي يعتبر في الديزاين بتاعي. انا يعتبر خلصت، انا كده خلاص خلصت. تمام. بعمل ايه؟ باجي واخد دي كده كنترول دي، ماشي، او مثلا ممكن كنترول زي ده، كنترول سي كنترول في. خلاص انا كده نسخته. كنترول دي بتعمل دوبليكيت للشكل او بتعمل منه نسخه تانية. باجي شايف الجزئيه دي كده اهو، باجي ماسك دي النود دي واجي حاططها هنا. تمام. وباجي ضاغط في النص هنا، هتلاقي ظهر لي الدايره دي اللي هي دايره السنتر. باجي ناقلها وحاططها فوق، وابدا اللي انا الف. تمام. بالشكل ده. باجي هنا اهو ماسكها من اي حته كويس قوي. ماشي. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي جايب الاتنين دول كده اهو مثلا واعمل لهم كومباين هنا بحيث اقدر ان انا احركهم. وبرضو تاخد بالك من حاجه قبل ما اعمل كومباين، بس الاول باجي جايب الشكل ده كده اهو، تعالى حبيب قلبي، واخد منه نسخه احتياطي للضمان. محدش ضمن الدنيا. هتقولي يا مازن، طب ال الشرح او الطريقه دي بالنسبه للف الشكل ده كان ممكن يتعمل بطريقه اسهل. انا مش جاي اتكلم هنا عن الشكل ده بشخصه، فاهمني؟ انا جاي اقول لك عن ازاي تعمل الطريقه دي، فاهمني؟ يعني انت لو عندك شكل مختلف او زخرفه مختلفه
او ايا كان بعيدا عن الشكل ده، هتلاقي يعني انا بشرح فكره مش بشرح الشكل ده بنفسه. تمام، فبرضه علشان تبقى فاهم ومستوعب الدنيا. طب انت دلوقتي على كلام استاذ محمد برضه كان محتاجه ان هو عايز يعمل تخانه الخط ده مثلا على سبيل المثال 6 مللي او 8 مللي او ايا كان. باجي هنا فوق. تمام، انا طبعا على خلاص اخلص مثلا الشكل بتاعي عايزه يكون 50 في 50 او 60 في 60 او ايا كان. خلاص ظبطت دنيتي وظبطت كل شيء، بضغط برضو على سي واي بحيث اسنتر كده الدنيا كلها في بعض. باجي هنا من فوق على تخانه الخط وبكتب اللي انا عاوزه. يعني مثلا انا عاوز الخط ده يكون 8 مللي، بكتب 8. ممكن تلاقيها عندك معموله بالبكسل، خد بالك صح. يعني انا عندي هنا ظاهر ان هي بالملي. تمام، احيانا ممكن تلاقيها ظاهره عندك بالبكسل مكتوب كده بي باين. تمام. فبتعمل ايه؟ بتيجي هنا مثلا اخليها 10 مللي 10. باجي هنا فوق بحددها كلها وبكتب 10 وبعد كده ام. تمام، ضن كده بقت 10 مللي تخانتها 10 مللي. طب انت دلوقتي في ده خط بحوله ازاي بحيث يكونوا خطين جوه بعض؟ بعمل الشكل بتاعي كومباين هنا او بضغط على كنترول ال. تمام، بعد كده بضغط على كنترول وشيفت وكيو. كنترول شيفت كيو. تمام، بلاحظ ان الشكل بتاعي اتحول بالمنظر ده. مثلا ممكن اغير هنا اللون خليه اوتلاين، بعد كده نو فيل. هتلاحظ الشكل بقى عامل ازاي. نيجي نخليه اسود، نعمل له فيل بالمنظر ده اهو، او خليه مثلا خليه احمر ماشي، واخليه بعمل له اوردر خليه فرونت اوف بيج بحيث ان هو يظهر معايا قدام. ونشوف كده المنظر بتاعنا، الرسمه بتاعتنا الى حد ما مظبوطه على الشكل. طب انت لو حبيت تعمل الجزء اللي في النص ده بتعمله ازاي؟ مثلا في برضو اكتر من طريقه. مثلا ممكن تيجي تاخد الشكل ده كده كوبي وبضغط على كنترول كي ماشي، واجي واخد دي اهي. تمام، وباجي من هنا من على اليمين بختار اداة كونتور وببدأ اللي انا اصغر كده شوية. ضغط على كنترول كي بحيث اللي انا افصل الاتنين عن بعض، واجي اعملها بالاسود برضو نفس الكلام. وهاتلي كده يا سيدي كنترول سي كنترول اي، خليه للدنيا دي كلها بالاسود. وبكده احنا رسمنا الشكل من البداية للنهاية بطريقة سهلة وبسيطة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وخصوصا انت محمد. يا رب اكون عند حسن ظنك، و الفيديو ده يفيدك في اي حاجة ان شاء الله. بس كده، جمعة مباركة لو الفيديو نزل يعني يوم الجمعة ان شاء الله. تمام، كان معاكم مازن عجوز، وسلام عليكم.